3 مخللات ليمون أجمل من بعض. ولما تيجي تخللي الليمون لازم تشتري الليمونة الصفرا الكبيرة اللي مليانة مية عشان تاخدي نتيجة كويسة في التخليل، أيا كان هتعملي كبيس الليمون أو الليمون بالعصفر أو كمان مخلل الليمون بالفلفل. وأول حاجة هنعمل كبيس الليمون، وأصل الوصفة من العريش ومن سينا. ولما نيجي نعمل كبيس الليمون هنختار الليمونة الصفرا، مش شرط هي كبيرة أو صغيرة، أهم حاجة إن هي يبقى لونها أصفر. وكمان نشيل البذر منها كله، منسيبش ولا بذرة في الليمون. هنطحنه في الكبة وهننعمه جدا، ولازم نطحنه كويس جدا لحد ما يبقى ناعم وكريمي. وفي الوصفة دي مش شرط أساسي إن الليمون يكون كبير، بس الأهم إن هو يبقى لونه أصفر. طحنت الليمون في الكبة وبقى ناعم وكريمي زي ما شايفين كده. هبتدي كمان أضرب معاهم 3 قرون من الفلفل الأخضر الحراق و3 قرون من الفلفل الأحمر البارد. هضرب معاهم كمان 3 معالق من الملح الخشن. المقدار كان كيلو من الليمون، والملح كان 3 معالق كبار من الملح الخشن. هنزل عليهم كمان بحوالي راس توم صغيرة. هنزل عليهم كمان ب3 معالق من الخل و3 معالق من الزيت، وهضربهم كويس جدا مع بعضيهم. ويلا بينا نحضر الخلطة اللي هتخلي كبيس الليمون طعمه حلو قوي وريحته جميلة. وفي طبق كبير وهنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهننزل ب3 معالق كبار من حبة البركة، وهننزل كمان بربع كيلو من الجزر المبشور. هنزل عليها بخلطة الليمون. هنحتاج كمان معلقة من الكركم، معلقة كبيرة، ومعلقة من الكمون، وهقلبهم مع بعض تقليبة كويسة جدا. طبعا لازم نحط كركم بيديله طعم حلو قوي، وكمان لازم نحط كمون بيديله طعم حلو وريحة جميلة، وطبعا قيمة غذائية عالية جدا. وبكده نكون حضرنا كبيس الليمون. عايزة اقول لكم بيستوي في شهر، ما تفتحيش عليه قبل شهر. لو فتحتي عليه قبل شهر هتلاقيه مر، فافتحي عليه بعد شهر. طبعا يستحسن البرطمان يكون ازاز، كل ما خللتي في الازاز كل ما اداكي نتيجة كويسة جدا. بعد ما حطيته في البرطمان هحط عليه حوالي 1 سنتي زيت او 2 سنتي، ويستحسن تحطي زيت زيتون، ولو مش عندك زيت زيتون حطي زيت نباتي من بتاع القلية عادي خالص، ده يمشي وده يمشي. هقفل عليه وهفتح عليه بعد شهر. حطولنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة. وتاني وصفة معايا هنعمل فيها الليمون بالعصفر بتاع زمان، بتاع جدتي وجدتك. والوصفة دي هنحتاج فيها الحباية الكبيرة. لازم أساسي تجيبي الليمونة الكبيرة الصفرة اللي مليانة مية، علشان الوصفة دي ما بنحطش فيها أي سوائل، هي بتسوي نفسيها بنفسيها. تمام. هنجيب الليمون نغسله غسلة كويسة جدا وننشفه بفوطة نظيفة. ويلا بينا نتعرف على المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة معايا ملح خشن، ملح بحري بنجيبه من عند العطار، بيخلي المخللات طعم حلو وريحة جميلة، وكمان ملح مظبوط في التسوية. هحتاج 3 معالق صغيرة جدا من الشطة، 3 معالق كبار من العصفر، 3 معالق كبار من حبة البركة، وكمان 3 معالق صغيرين من الكركم. والمقادير بالمظبوط كانت 4 كيلو من الليمون، وعليهم كيلو من الملح الخشن، وعليهم 3 معالق صغيرين من الشطة، و3 معالق كبار من العصفر، و3 معالق كبار من حبة البركة، و3 معالق صغيرين جدا من الكركم. وده المقدار المظبوط. هبتدي بقى افتح الليمونة كده 4 تربع زي علامة الاكس من بطنها بقى، وهفتحها زي ما شايفين كده. بصوا
زي علامة الإكس بالضبط، وابتدي بقى أحشيها الخلطة الجميلة اللي إحنا عملناها مع بعضينا. الليمون دوّة بقى بيفكّرني بجدتي، جميل، جميل بجد تحفة، طعمه حلو أوي وريحته جميلة، وبيقعد معاكِ فترة طويلة، يعني عايزة تفتحي بعد 3 شهور هتاكلي منه، عايزة تفتحي بعد 6 شهور برضه هتاكلي منه، وهيكون طازة وكأنه يعني لسه معمول، وكل ما بيقعد أكتر كل ما بيحلو أكتر كمان. هاسمي الله طبعًا، ويكون في نيتِك الصدقة من الحاجة اللي أنتِ بتعمليها، وابتدي أخلّص الكمية زي ما شايفين كده، وفي برطمان بقى ومن غير لا مَيّة ولا زيت ولا خل ولا أي مادة سايلة ولا أي حاجة خالص، وهابتدي أحشي البرطمان، هاعبي البرطمان كله للآخر، ومش هاحط عليه أي إضافات تانية خالص. هنا بقى خطوة مهمة جدًا، خلاص إحنا عبينا البرطمان وغطيناه، يوم هنحطه على المعدول ويوم على المقلوب لمدة 3 أسابيع بالضبط. الوصفة التانية، سلقت الليمون لمدة 7 دقايق، وبعد كده حضرت 3 معالق من العصفر، 3 معالق من عصير الليمون، وكمان ربع كيلو من الجزر المبشور، و3 معالق من حبة البركة. هابتدي أقلبهم مع بعضيهم وأنزل عليهم بالفلفل، ربع كيلو فلفل أحمر، ربع كيلو فلفل أخضر، ولازم تكون حاجة من الاتنين حراقة. بصوا التقطيعة دي خطيرة. نزلت كمان بمعلقة من الكركم، هقلب المكونات كلها مع بعضيها. شكلها حلو قوي ولا ريحتها خطيرة. لو جربتوا الليمون دوت بالفلفل بالمكونات دي بجد هتعشقوه، ريحته بتبقى تحفة وطعمه بيبقى خطير. هابتدي بقى أحط طبقات، أول طبقة من الفلفل طبعًا والخضار اللي هو كان الجزر وحبة البركة، يعني الخلطة اللي أنا حضرتها معاكم هاحط منها طبقة، وبعد كده هاحط طبقة من الليمون المسلوق سلقته 7 دقايق بس يا بنات مش أكتر، هاحط كمان طبقة من الفلفل، وبعد الفلفل هاحط طبقة من الليمون لحد ما أخلص الكمية كلها، وهاحضر معايا بقى مَيّة والمَج المَيّة بيحتاج معلقة من الملح علشان تحطي ملح بالمضبوط، هاحتاج كمان معلقة واحدة بس من السكر، هاقلب المَيّة مع الملح مع السكر كويس جدًا، وبعد كده هابتدي أشرّب المخلل، وفي الآخر خالص هاحط حوالي 1 سنتي كده من الزيت أو 2 سنتي من الزيت، هاغطي وهاكل منه بعد أسبوع بالضبط، طعمه حلو أوي وريحته جميلة، وبكده نكون خلصنا ال3 مخللات، الليمون بالعصفر، كبيس الليمون، وكمان الليمون بالفلفل، طعمهم حلو أوي وريحتهم بجد كانت جميلة. طالبة منكم طلب وأستحلفكم بالله اعتبروني أخت ليكم وساعدوني. أنا فتحت القناة عشان تكون مصدر دخل ليا علشان أنا بصراحة مش عارفة أشتغل برا وكده بسبب طبعا إن عندي بنت من ذوي الهمم وكده، فأتمنى منكم تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديوهات اللي فيها وتاخدوا جولة فيها إن شاء الله بإذن الله. الفيديوهات اللي فيها هتعجبكم قوي. لايك وشير واشتراك وتعليم محفز، ومع ألف سلامة.